تتخيل شركة بقوة كوكاكولا تغير وصفة مشروبها لأول مرة من 100 سنة، وبدل ما الجمهور ينبهر انفجر غضباً. دي مش مجرد غلطة، دي كانت درس تسويقي تاريخي. في سنة 1985 كوكاكولا كانت تحت ضغط كبير من منافسين زي بيبسي، فقرروا يعملوا خطوة جريئة، يغيروا الوصفة الأصلية ويطرحوا منتج جديد اسمه نيو كوك. في نظرهم الطعم الجديد أحسن، لكن في نظر الجمهور دي كانت خيانة. أكتر من 40 ألف مكالمة غاضبة وصلت للشركة، الصحف هاجمت القرار، الناس بدأت تخزن الكوكاكولا القديمة كأنها كنز نادر. وبعد 79 يوم بس الشركة اضطرت تعتذر وترجع للوصفة الأصلية تحت اسم كوكاكولا كلاسيك. الدرس: الناس ما كانتش بتحب كوكاكولا بس علشان الطعم، كانوا مرتبطين بيها عاطفياً، الذكريات، الانتماء، الإحساس بالهوية. وده اللي كوكاكولا نسيت تحسبه. البراند القوي مش لازم يبهر دايماً بالتغيير، ساعات الثبات هو سر الثقة. لو بتشتغل في براندنج أو ماركتينج لازم تسأل نفسك قبل ما تغير، هل ده تطوير ولا تخلي عن اللي الناس بتحبه؟ اكتب لنا في الكومنتات، براند لو غير حاجة بتحبها هتزعل؟ ولو عجبتك القصة شاركها مع زمايلك وتعلموا من أكبر غلطة تسويقية في تاريخ كوكاكولا.